نقطة اللي لازم نتوقفوا عندها، حبيت نشكر كل أولياء اللاعبين اللي تنقلوا معنا وساعدونا باش نوصلوا الأطفال من ملعبنا لملعب تيزادوان. نشكرهم على التشجيع الكبير اللي داروه لولادنا، وعلى دعمهم ومساندتهم دائما لنا باش نرفعوا يعني المستوى ونفرحوا الأولاد. الهدف من مثل هذه الخرجات هو الاحتكاك بأكاديميات أخرى باش يتعرفوا أولادنا على مستواهم الحقيقي ومستوى الفرق اللي في نفس أعمارهم. هذا الشيء يربي الثقة في النفس ويغرس الروح الرياضية فيهم كامل. مثل هذه الصور كنا حابين نشوفوها، يد واحدة نحو مستقبل أفضل لأولادنا إن شاء الله. يعطيكم الصحة كامل وربي يخليكم ديما واقفين معنا ومع أولادنا. بارك الله فيكم. هذه المباراة يعني كانت في فئة أقل من 7 سنوات تحت قيادة المدرب حسين، والأطفال كانوا في قمة الحماس والفرحة كما رانا نشوفوا. المباراة كانت فرصة ذهبية لهم باش يتعلموا قواعد اللعبة، كذلك الاحتكاك مع فرق أخرى وكيفاش يخدموا يعني بروح الفريق. الهدف من مثل هذه المباريات مش غير اللاعب فقط، بل تنمية مهاراتهم الرياضية والشخصية، بناء كذلك الثقة في النفس، غرس الروح الرياضية فيهم صغر. وحبينا ذلك تكون فرصة هذه باش نتمناو الشفاء للمدرب حسين وبعد تعرضه لوعكة صحية خفيفة. يعني إن شاء الله ادعوا له، إن شاء الله تكون حاجة خفيفة إن شاء الله، وربي يشافيه ويعاود يولي يعني الأطفال هذوما. يا أخي أبدأ صح، هاي حط بالك، شوف أصحابك ولا مع أصحابك. هاي اطلع ما تحتاج واحد، اطلع مع أصحابك مع أصحابك. روح اخرج لحيله. هيا يلا زيد اجري. هاي لا روشي مليحة. زيد ديري يا جوي. زيد يا الحباج. زيد نورة ما يحباش. هايا معليش خلي عنده صيام هلا هنا. دوك نجيب لك، اعطيله صيام. لا اعطيله صيام ابر. وفي الأخير ما تنساش الاشتراك معنا في قناة على اليوتيوب، وتابعونا على التيك توك، تفاعلوا معنا ودعمونا باش تشجعونا أكثر يعني على العمل وتقديم الأفضل. الاشتراك في القناة راح يكون فرصة باش تشوف ابنك يظهر على التلفاز، ونعرف بلي الكثير يحبوا يشوفوا أولادهم في هذه اللحظات الرائعة. رابط القناة راح تلقاوه في أسفل الفيديو. شكرا لكم على دعمكم المتواصل، ديما يد وحدة نحو مستقبل أفضل لأولادنا. بارك الله فيكم. صح. اسمعوني دقيقة.